السعادة والخير يا رب عليكم وعلى كل حبايبكم وكل الناس اللي بتدخل لي. شرف ليا. ربنا يا رب يرزقكم من حيث لا تحتسبوا. بشحت اهو. بدعي لكم دعوة حلوة على الصبح، يا ريت تردوا لي الدعوة ونقعد ندعي لبعض كده. ربنا يا رب يجعل كل الدعاء خير لبعض من نصيبنا ان شاء الله. سلم عمرك. اه بص. اهو انا بتابع حضراتكم. يا رب ده شرف ليا يا حبيبة قلبي. ولو عايزة تطلعي تتكلمي، اول واحد يلا تعالى اطلع. لو عايزه تتكلمي اطلعي معايا يلا. اللي عايز كنت هاخدك غياب اطلع. مصطفى، انا بتكلم وباخد الهدايا عشان ما بقاش رشوه. الهدايا اللي تاخدها تحطها لي في البث. اي حد عايز يبعت لحد هدايا يبعتها لي انا، هشيلها له في الحفظ والصون وهفلسع بعد البث. منورين الشارع عقيل منور. طيب احنا يا جماعه الناس اللي لسه داخله و الناس اللي لسه داخله وما تعرفش احنا كنا بنتكلم في ايه. احنا بنتكلم في الراجل البق خلاص، والست الحربوق عشان ما نزعلش الراجل. الراجل اللي بيقعد يبقبق ويقول كلام كتير وما بيعملش بيه. الراجل اللي بيضحك على الناس عشان يشتغل ويوصل لحاجة معينة في شغل، بيقعد يقول انا بعرف 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 وفي الاخر ما بيعرفش. وممكن كمان ده بقى مصيبة اكبر، انه ينسب اللي غيره عمله ليه، ده انا اللي عملت كده، ويقعد يبقبق وبتسبب اصلا في خراب كمان وقطع عيش زمايله وبين الصحاب. الراجل البق صح لسانك، شفت بقى. بس وفي راجل بق بيبقى ده بفعل ست هي اللي دفعته لكده، زي الامهات اللي بتقعد تبقى برضه بتقعد تقول حاجات ما بتعملهاش، فالابن بيطلع شبهها او شبه ابوه. لا احنا كنا بنتكلم في طريقة عمل فراخ البانيه. هبقى اقول لك الوصف ده، انا ههريكوا مطبخ اصبروا بس عليا. هنقلب النشاط وناكل. عندي أميمة. يعني ايه؟ طيب اللي حابب يشارك، الأساتذة اللي معايا على الجست اتفضلوا اتكلموا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كان عيد ميلادي أول امبارح 74 سنة. عقبال يا رب العمر كله تعيشوا في صحة وسعادة وهنا يا رب. الله يخليك. كل سنة طب وانت شرف نعمل طيبة. ليا. إيه بقى لو الست الحربوها دي اتجوزت الراجل البق؟ اه الله عليك. والله أنت تبقى عارفة مصيبة. الراجل البق ده لو في يعني في مجتمعه في بيته دي مشكلة كبيرة، إنما لو بعيد عني بهمشه. إنما لو ربنا كرمني بقى بيه وبقى أمر واقع عليا فدي مشكلة جامدة أوي طب تعمل عندي ايه الست لو هي اتخدعت في راجل، وبعدين هي كانت مصدقة مثلا لموضوعات هم متفقين عليها وتأجلت، وبعد كده اما تيجي تتجوز تفتكر، تكتشف انه بق وما نفذش اي حاجة من اللي هو قالها. تتعامل معاه ازاي؟ تخرب بيتها ولا تعمل ايه؟ لا، ما عنديش موضوع خربان البيوت ده. حلو ماشي، تعمل ايه بقى؟ بستحمل وبتك على بيتي وبفضل اوصيها واصبرها، علشان انا ما بحبش موضوع الانفصال والطلاق والكلام ده. وده اللي حصل من يومين. المهم ان انا عندي بنت تانية متجوزة راجل صامت. انا عايزه اقول لحضرتك بس حاجه، للامانه انا بنزل الحاجات دي على قناتي فضفضه مع رانيا مصطفى على اليوتيوب. عادي. عادي اه. ماشي. ماشي خلاص، انا حضرتك مش هنديك باسمك اصلا يعني. تمام. اتفضل. ف منورين جميعا. اتفضل. لما نحضروا مشكلة بتاعة الراجل البق ده بنحاول بقدر الامكان بقى يعني. هو كان متجوزة طيبة، بس مع الأيام ومع عشرته السودة ما بقتش طيبة بقى. بقت مفترية. ايوه. يعني احنا بقى كبار، فلازم نصبر ونهدي
ونسايس هنا ونسايس هنا عشان منخرج، عشان في عيال. وانا حاسة شايف بحضرتك كده وانا الأب شايف منه حتى ان هو متمسك، يعني متمسك مش عايز ربنا يبيع. يستر من الحال يا بس رب. هو وبق كبير وبق عالي. عارفة الصوت العالي، وسمع عايزة أقول الجيران وسمع الناس. اه بق بقى. إحساس الأب البنت يا جماعة، ربنا يرزقكم. يعني البنت طبعا بتاخد بإيد أبوها للجنة وإذا أحسن تربيتها. بس عايزة أقول لكم إنه إحساس الأب لما بنته بتيجي في خناقة بيحس إن بيتها هتتخرب، عمر ما راجل ممكن يتخيل إلا يعني. في رجالة كتير قوي تقول إيه أبوها بيخرب، أبوها عمر ما الأب بيبقى عايز خراب البيت. الأب بيبقى ابدا. صعبان عليه بنته لأنها بتبقى قطعة من قلبه، وفي نفس الوقت بيبقى عايز، عنده أحاسيس مختلطة، اللي هو عايز ياكل اللي ضايق بنته، وفي نفس الوقت حاكم نفسه كويس قوي عشان ما يبقاش بيت بنته يتخرب. يعني بتبقى عدة أحاسيس. أنا حاسة بحضرتك قوي. يا رب، ربنا يا رب كده يجعل وشنا حلو عليك يا رب ويصلح يا لها رب. الحال ويبدل حالهم لأحسن الأحوال، وإن يا شاء رب الله تشوفها عايشة متهنية وسعيدة مع جوزها يا رب، يا رب. يا رب ويهدوا يا لها رب إن شاء الله. يا رب. اتفضل كمل. يعالج فاللي الموضوع ازاي؟ يطلع معانا، قول، اطلع اتكلم يا أستاذ أحمد. اللي كنت اللي كنت عايز اقوله بس يعني ما بعد الخطوبة، يعني الراجل البق ده ما بعد الخطوبة لما بيبقى بقى اتجوز خلاص، اه. مم. وخصوصا لو هو واخد بنت طيبة، بنت غلبانة، بنت ما بتعرفش تتكلم، هو اللي بيخليها كده بقى. ايوه. هو اللي بيخليها كده، هو بيصنعها، بيشكلها بقى في بيته ان هي تكون بقى ايه، مفترية. ايوه. فلما طبعا بحضره بسمعه وبسمعها، اه. ف- بحس ان البت خلاص اتغيرت، والبت بقت مفترية. وطبعا انا عارفه بقى خلاص ان هو ايه، ان هو بق وبتاع كلام، ورغم ان هو اللي في جيبه مش ليه، وبيخش بيته محمل، وحنين على ولاده، بس بق وصوت عالي، وبيسمع بيهم الناس، ومهرجانات يا أستاذ لدرجة كبيرة أوي. فاللي أنا عايز أقوله في الموضوع ده، لو الراجل البق ده بعيد عنك احمد ربنا وهمشه. يعني انت بتشوفه كده هو مثلا كل مثلا شهر مرة ولا اسبوع مرة ولا بتاع، وبتهمشه. انما لو في بيتك الراجل ده هيتعبك قوي. شكرا جزيلا. على ايه؟ ده حضرتك نورتنا وشرفتنا. وخدوا بالكم يا جماعة وانتوا بتجوزوا بناتكم، وخدوا بالكم وانتوا نفسكم بتتجوزوا. اب اهو، يعني اب بيحكي قصة، يا ريت ترقفوا بحال الابهات والناس بتتعامل مع البنات بالذات، لان البنت بتبقى غالية قوي على ابوها، فلازم كل راجل ياخد باله لانه هيبقى اب برضه. فلما يتعامل، يعني كل حاجة سلف ودين. اللي هيضايق النهارده حد على بنته او يزعلها على بنته، الواحد بيجوز بنته عشان يرتاح، عشان يشيل همها، مش عشان يزيد همه. فخدوا بالكم لو اي حد فيكم، ده بجد من اخت، مقصر مع زوجته او بيحصل خلافات، يا ريت خلافاتكم حتى تبقى تخلصوها بينكم وبين بعض. بلاش الابهات والامهات تعرف. حاولوا تصلحوا العلاقة، حاولوا ما تناموش زعلانين، علشان انتوا ممكن تتصالحوا بعد كده. لكن حتى الاب لو تعامل او الام اتعاملت وما حسستش الراجل جوز بنتها او مرات ابنها باي حاجه، هتتعب. هي هتبقى شايله، هتبقى متضايقه، هتبقى كفايه القلق دخل والوغوشه زي ما بيقولوا بالبلدي كده، دخلت لقلبها، فهتفضل متوغوشه على ضناها. احساس الضنا ما بيحسوش غير اللي بيبقى في الموقف ده، او ناس رئيفه بغيرها. فخلي بالك، داين تو داين بالظبط كده.
طيب أستاذ أبو أسيل. أبو أسيل، وبعدين هو مين؟ ابو ايسل، ولو ايسل وأستاذ أحمد سمعتك سليمان كمان بت... عشان قال هيرد عليه. اتفضل. ده المثل بيقول ابو الراجل مربوط ابو من السن. ايسل أبو أيس. يا استاذه رانيا. نعم. ابو ايسل، وابو أبو أيس. ايسل لو سمعتك بتقولي قتيل هتقول لك لا اسمي ايسل، وايسل يعني وجه القمر، فانا بحذرك. ربنا يستر. هي مش معاك دلوقتي؟ لا لا، انا في مكان الحمد وهي لله. في مكان. عشان عارفة أنا الكلام ده، أصلا أنا عندي الكلام ده، فالحمد لله إن ربنا سترها معايا. ايوه. وانا أيسل. ما عنديش كلام اقوله. انا خلاص اتفضل. الكلام اللي انا قلته، وانا هشد موده معاكم عشان لو الغدا اتحرق زمايلي هيموتوني وانت هتبقى السبب. لا مش هيتحرق إن شاء الله. أستاذ أحمد سليمان اتفضل معاك. السلام عليكم أستاذ رنا، والسلام عليك وعلى ضيوفك المحترمين، ودائما مواضيعك تثيرينها يعني بجد. وأنا كنت من الأول من لما كانوا الجلسة إعلامية وبحوار مثير، لكن لما دخلت وسمعت أن الرجل البؤ والست القربوعة يعني، احنا نتمنى هذه الأسماء يعني الصفات التي لا تليق بمقام الإنسان أن لا ننطقها، ولكن شاءت الأقدار أن يكون في أصناف من هذا النوع، فلا بد أن نحكي عليهم. لحظة وأكون معك. في أي حد عايز اعذروني، يعلق؟ انا عندي محل، وكما تعرفني الاستاذه يعني لما بيدخل علي الزبون بعذر. فانا سمعت مفترق لما قلت لك ان الراجل يستطيع ان يعالج الموضوع، لكن الاخ كان يقول بانه يجيب الحاجات وبيصرف ومولى وكذا، ولكن هو بيتكلم يعني فشخرة، أظن ما هوش يعني بيقول أنا جبت. هو في حد ذاته تصرف سيء، لكن لو درسنا مواريث الأشياء منين جات حنعرف السبب. فهنا يعني كما يعني القصة المشهورة التي جاءوا إلى عائشة النساء بيحكوا لها على كل أزواجهم وأصنافها، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنا مثل كذا ولكن لا أطلقك. أشياء تتعالج، كل شيء يعالج إذا بحثت عن مصدر السبب اللي فيه. فالبؤ اللي كنت أنت بتقولي فيه على الرجل من هذا الصنف فعلا أنه يعطي كلام ولا يفي بواجباته ولا يقوم بشيء من الواجب، فهذا إنسان يضجر لا يستطيع العيش معه كما قلت. والإنسان الذي لا يعرف الجميل كذلك لا يستطيع المعاشرة. فكون الإنسانين في هذه الحياة التي هي الجميلة خاصة الزواج، فلابد أن يكون هناك تحمل منا ومنا طرفين كي يعتدل كفتي الميزان، والله أعلم. أحسنت. أحسنت. يا جماعة، في أي حد عايز يطلع يعلق معانا على الجست؟ الناس اللي كانت عايزة تطلع على الجست وتعلق في الموضوع. مدمن، كنت عايز تطلع على الجست ولا انت طلعت معايا اخر حاجة المرة اللي فاتت؟ لو حابب تطلع تكمل اطلع. طيب استاذ شريف، حضرتك عايز تضيف اي حاجة؟ بص دلوقتي عمالين نتحايل عليهم. هو طبعا بحكم ان المرغوب ممنوع والممنوع مرغوب، دلوقتي الجست موجود فما فيش حد اه هيطلع، انما لو الجست طلع هيقول كل شويه انا لو عاوز اطلع مليان وايه يقعدوا الشروط يقولوا وايه لك انت بتعاملينا كده ليه؟ هو ناس وناس، اه ويقعدوا يقولوا حاجات وايه غريبة. الشروط فاحنا يا جماعه اللي هيطلع هياخد ملبس. بس كده. هم احرار بقى، هم الخسرانين. لا والله يا أستاذ، هو هم الخسرانين. الكلمتين اللي أنا كنت عايز أقولهم كنت عشان أنا عايش في الموضوع، وكنت عايز أنصح بس. ربنا يبارك لك ويجعله في ميزان آه، حسناتك يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. معلش انا اسف يا دكتور، والله كان لان انا فاتح محل ملابس فكان معايا زباين، بس ده اللي اخرني، انا اسف. لكن ربنا وجودي مع يرزقك يا رب. حضرتك شرف ليا وصعودي ده تعظيم واجلال، يعني ربنا يرزقك شرف عظيم والله. ويرزقكم جميعا ويجعل وشنا حلو عليكم يا رب، ويفتحها عليكم من اوسع الابواب ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ازاي اقول لك؟ طيب يلا. تحب تضيف حاجه في الموضوع ولا انت لسه في المحل؟ اللي عايز يتكلم يتفضل.
فين الناس اللي كانت ليه عايزه ليه تطلع؟ ليه يا استاذ الكلام خلص ولا وش؟ مش عارف، لا انا ممكن اتكلم، بس انا عشان قفلت البث وهم متضايقين ان انا في ناس كتيره كانت عايزه تطلع، فسايبه يعني. بص اديني اهو، فين الناس اللي عايزه تطلع؟ هو اللي عايز يطلع بيتكلم، اكيد حيكتب والله، اكيد حيبعت دعوه. ايوه. فيعني هي طيب الباب مفتوح والحوار معك خلاص ممتع. اتفضلوا، اتفضلوا اتكلموا. لكن أنا أردت لو أن أثير الموضوع بشكل، يعني ربما إذا ما زلتم في هذا السياق نتاع الرجل البؤ الراجل والست البؤ، القربان، خليني أقول دائما البؤ، أنه قبل الأشياء البؤة دي هناك مواصفات. بتاعت الإعلامية نعم. حنان، أنا سرقتها منها عشان هي كانت عاملة لايف على الحرابيق. هي كانت معانا، فكانت عاملة لايف على الحرابيق، فقالت لي اكتبي الحربوقة كمان عشان ما حدش يزعل. صباح هي الفل. هي هي مسميات. أنا مرات بتاعت البؤ، بختلط، لأني في الأول دخلت انت جيتي تعالي اطلعي. وسألت على كلمة البؤ وكلمة الحربوش هذه وفهمتها، يعني أكيد اختلاف بين الجزائر والمصر. وفي حتى الألقاب اللي صارت تدفع، يعني بتسمى بالآن يعني كصفات تنعت بها الأشياء، حتى لا يعمم للشخص المعين يعني يقول على ذلك. لكن دائما أنت لو رجعت إلى العلاقة التي تبنى في الأسر فلا بد أن تكون لها مقاييس. هناك لما نفس البناء لما تضع له أساسات بيرتفع ويرتقي. نفس الشيء أن الأسرة لما تبنى فلا بد هناك تناسق، وكما نقولوا أطراف بيكونوا متوازيين. الزواج العرفي التقليدي اللي صار الآن، يعني مثلا هو بيبحث عن مرأة وبيجيب مرأة وما بيعرف تصرفاتها، ما يعرف كيف يتعايش، لأن الزمن صار فيه ضغوطات خارجية. إذا لم يفهم هذه الضغوط بأساس بأن لابد كيف أن يتعامل معها، دائما يبقى مضطر إلى فتح مشاكل خارج الموضوع، وأي مشكلة خارج البيت راح تتفاقم مش راح تتحل، كونه أن أي مشكل تحدث. لكن الصفات السيئة التي تأخذنا إلى جر بعض المشاكل، فهذا يعني أكيد راح تظهر خلال الخطبة أو خلال التعارف، أو أن أنت تعرف ذلك الشخص، لأنك لو لم تعرفه كيف أنت ترتبط به؟ لأن الزواج أصله بناء على موافقة، أنك قبلت ورضيت. هنا كي تنمو هذه البذرة وتأتي أولاد وتكون المحضنة جميلة، كي تخرج جيل واعي سليم من كل الأمراض ومن كل الحالات. لكن احنا بشر، بطبيعتنا بشر، فلابد أن نخطي ونصيب، ولكن العلاج دائما من سعى لإصلاح ذلك الشيء سيصل إلى إصلاحه. أما إذا كان الإنسان قال له لو كما نقول لو رحتم في إصلاح ونويتم بعندكم نية إصلاح سيصلح الأمر. أما إذا كان الشيء يفتح بأن أنت لك حق وهذا ما عندكش حق وكذا وكذا، بيترك فراغات، والفراغات لا تملأ. إذا لم تعالج الموضوع من أصله في أوله سيستمر ويتفاقم ويتفاقم حتى لا يحتمل إحدى الطرفين وينفجر يوما ما. حلو. بس هو انا بس يعني بقول ايه، انه في رجاله بتبان قبل الجواز ماشي، بس هي بنسب يعني كده، او في ستات برضو بتبقى راسمه حاجات معينه قبل الجواز، وبعد الجواز بتبان على حقيقتها. فمش كل حاجه بتبان في فتره الخطوبه. بس هو ده تعليقي على حضرتك. اتفضل مدمن لو هتقدر تعلق، او ابو اسير. شكرا يا فندم، شكرا يا فندم. استاذ احمد، احترامي وتقديري لشخصكم المحترم، ولكن انا كنت مع الاستاذه رنا في احيانا بيبقى في بعض الصفات ما بتبانش غير بعد الجواز. وانا على اعتقادي انا الشخصي، برضو رايي انا الشخصي، في معظم الاوقات اللي بقعد مع اصدقائي مثلا ونيجي نتكلم، فبقول لهم مفيش راجل محترم، مفيش راجل قليل الادب، مفيش ست محترمه، مفيش ست قليله الادب. هي الظروف اللي بتحكم عليك، يا اما تبقى محترم يا اما تبقى قليل الادب. لو انا في الشارع وواحد ضربني بالقلم، المفروض رد فعلي انا ايه؟ لا لازم بس دي ابقى قليل أهم الادب. حاجه. يا استنى. سيدتي الفاضله، كالفاظ، لو احنا مثلا احنا دلوقتي في لايف مع الدكتوره المستوى المحترمه، واطلع تاني معاك في ده. يا سيدتي انا دلوقتي مع اللايف مع دكتوره محترمه، الدكتوره رنا، تمام؟ فاحد الناس هو قاعد قدامه الكابتشينو بتاعه، قام جاي كاتب رانيا لو سمحت. مدمن انت غبي وبتطبل مش عارف ايه وايه وايه. المفروض ان انا اعمل ايه؟ كرد فعل اساسه تربيتي.
رد الفعل الاولي اساسه تربيتي، ثم ما المعلومات اللي خدتها من المجتمع حواليا. يعني انا مثلا في بلد ارياف فلاحين، عاداتي وتقاليدي والفاظي غير اللي عايش مثلا في القاهره او في التجمع الخامس او في اسكندريه. احنا لنا الفاظ، هم لهم الفاظ، احنا لنا عادات، هم لهم عادات، فبيختلف على حيث التعبئه بتاعه المجتمع وبتاعه الظروف المحيطه بيه. لكن احترامي الكامل او قله ادبي ده بيتوقف على الظرف نفسه. حضر الاستاذ الكريم الاستاذ احمد كان بيقول معظم الصفات بتبان في فتره الخطوبه، ممكن على اقل موقف تافه بعد الجواز يحصل مشكله صغيره جدا جدا جدا، وده انا لاحظتها كتيرا يعني، لان كان والدي عليه رحمه الله كان بيحل مشاكل، كان امام وخطيب وكان بيحل مشاكل للناس، فكانت المشكله يعني لا تذكر، يعني لدرجه ان انا ممكن مثلا انا قلت لها اعمل لي شاي وبصت لي بقرف، فانا اتخانقوا عشان كده، ولكن هي شحنات فيما قبل بتكبر المشكله عليها وبتضخم المشكله عليها من الطرفين. انا مش هتنازل، ولا انا مش هتنازل، ده كرامتي، لا ده انا الراجل ولي القوامه. وهو في الاخر ما بين مقصود لم يفهم ومفهوم لم يقصد تضيع العلاقات وتنتهي علاقات. من غير المشكله قطع اللي كلامكم احنا بس ممكن ألقي السلام عليكم. وعليكم أرحب السلام ورحمه الله وبركاته. بالمحترمة وعليكم رنا السلام ورحمة الله. المضيف، لكن مني كل الاحترام والتقدير، وكل اللي موجودين في اللايف وكل اللي في المجموعة. أنا في غاية الشرف بالانضمام للناس شرف المحترمة. ليا تواجد حضرتك. مواضيع هادفة، وفعلا لايف يستحق ان انا انضم اليه، لان هيزيدني وهيزيدني شرف بصراحة. الله شكرا. يعزك يا استاذ عمر. ولو حبيت ان انا اتكلم في الموضوع ليا دوري بعد اذن حضرتك اللي تحدديه اتفضل بعد الاستاذ رنا. استاذ مدني، اتفضل اشد ميوت عشان ما اضايقكوش. تمام يا فندم. اتفضل يا استاذ. شكرا لحضرتك يا استاذ عمر. هو شد حضرتك ميوت عشان حضرتك تتكلم تكمل شكرا استاذ كلامك. عمران. تمام يا دكتور، شكرا استاذ عمران، وشكرا لتفاهم حضرتك، وشرف عظيم ليا ان انت تتضم او تسمع لي انا او للدكتوره، شرف عظيم ليا يا فندم. تكمله يا دكتور، سبب المشكلات او 70% من المشكلات اللي موجوده حاليا في تغيير الصفات في الجيل او الاجيال اللي طالعه من الشباب ومن البنات، انا بشوفها من وجهة نظري انا سرعة المعلومات واقتناء المعلومات بعدم مراجعة من الاب والام. الاب مشغول في مطحنة الحياة، والام كأي ام نفسها ومنى عينها تشوف ابنها يعني بتفتخر بيه في منظره، في شكله، في رسمة وجهته، والبنت نفس الكلام، هي كده كده أنثى جميلة لازم تبين مظاهرها وشكلها. ولكن اقتناء المعلومات السريع جدا جدا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا عندنا طبع في مصر اظن ما حدش يختلف عليه، ليه ما افتيش طالما جالي الدور ان انا افتي حتى لو ما اعرفش. فانا لو انا قاعد مع ناس اصحابي فلانه دي او فلان ده قليل الادب، يا عمي ده فيه وفيه وفيه وفيه، طب انت تعرفه اصلا؟ انت تعرف صفاته وتعرف الظرف اللي هو اتحط فيه عشان تحكم عليه بالطريقه دي؟ ما انا ممكن اكون انا قليل الادب عشان اللي قدامي كان قليل الادب اكتر مني. اللي انا كنت بقول لحضرتك في الاول، انا لو ضربني بالقلم فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ انا محترم، ولكن الموقف اللي انا اتحطيت فيه خلاني بقيت كده. مع سرعة بقى اقتناء المعلومات ومعلومات مغلوطة وكله دلوقتي، معظم الشباب دلوقتي عايز يتكلم في السياسة، عايز يتكلم في الدين، عايز يتكلم في اقتصاد، عايز يتكلم في حياة زوجية، عايز يتكلم في أي حاجة، المهم يبقى أنا موجود وأنا ليا رأيي وأنا ملك القعدة. فبيتكدس عقله بمعلومات 90% منها مغلوطة، بيبنى عليها حقائق وشخصيته اللي هي المفروض بتبقى بعد كده شخصية مغلوطة وشخصية وهمية.
يقابل في الحياه العمليه سواء بعد الجواز او سواء مع الصحاب او سواء في العمل صدمات، لان الحياه العمليه ما فيهاش طبطبه، ما فيهاش اصل انا ما كنتش واخد بالي، اصل انا كنت اقصد. الحياه العمليه ما فيهاش كده. فبيجي الشاب او الشابه يتعرفوا على بعض بكمال العقل وجمال المنظر والحنيه والحب والذي لا يوصف كنور ومهند مثلا، او كالمؤسس عثمان والمسلسلات اللي احنا بنشوفها. ويجي بعد فتره الخطوبه ما تخلص ويبدا عند اول مشكله عند الزواج، اللي هو بس تبين اختلاف الطباعات. دي شيء اساسي بين اي رجل وست متزوجه، اختلاف الطباعات. بس انا بقالي 27 سنه او 25 سنه متربي على طباع معينه، بتبدا ان انا اقدر اخلطها مع طباع الزوجه عشان اطلع بطبع اسري. لا انا ما عنديش الكلام ده، لان هو المعلومات عنده غلط، فيبدا يخش في مشكله تتزايد المشكله لعدم الوعي وعدم الادراك عنده وعند الزوجه وعند الاهل لعدم المتابعه، فيبدا يخش كل من هو يفتي. ومحدش بيخش طبعا الا اذا بسم الله ما شاء الله عايز يزيد الاكل بهارات. احنا في طبعنا كمصريين او يعني برضو ده عن حاجات شخصيه انا شفتها، بيزيد الملح الاكل بهارات. المشكله تبقى موجوده، فلازم هو يفتكس او يخترع حاجه عشان يبقى صلاح اللي قال. طب هل الحل موجود؟ انت قلت العيب، هل تقدر تحل ده؟ لا، بس هي دي مشكله انا شفتها. طب حضرتك شفت المشكله ايه حلها؟ ما مش مهم، انا مش هقول حلول. فبقينا عايشين في زمن سلبي غير اعتيادي. شباب طالع ومن الجيلين الاثنين، عشان ما نقولش الشباب او البنات، لا، شخصيات وهميه. اقسم بالله انا بقابل ناس شخصيات وهميه فعليا، واجي اوقفه مثلا اقول له طب انت عامل كده ليه؟ او بتتكلم كده ليه؟ اصل انا شفت فلان، او قدوتي مثلا فلان على الفيسبوك، او فلان على التيك توك، او فلان على اليوتيوب. عليكم السلام ورحمه الله. طب استاذ انت شريف، حضرتك لو بعد، انا اسفه المقاطعه، حضرتك لو حابب تروح تصلي وترجع تاني، لا تحكي لنا، انا معاك في اي وقت، ادخل في اي وقت، ده انت شرف ليا وجود حضرتك. فلو حابب لو عايز تصلي وترجع مفيش مشكله. شكرا يا بنتي، لو ربنا حابب يخليك. تدخل مداخله بعد استاذ عمران برضو طب تحت لما امرك، اجي من الجامعة ان شاء الله. وجودك ماشي. اسعدني. ادعي لنا دعوه كده، ربنا استاذنك ربنا استاذ يفتح. شريف، يخليك يا الدعاء بنتي. بظهر الغيب، لان الدعاء يا بظهر رب الغيب مستجاب. حبيبي يا رب حبيبي يا ابني، يا رب. الله حبيبي. يعزك ماشي. ويبارك لك يا رب. ربنا ربنا يديك يبارك الصحه لك يا بيه. ويخليك وتفرح باحفاد مع السلامة. احفادك يا رب. يا رب. الله مع الف يخليك يا سلامه، بنتي. نورت مع الدنيا. السلامة. مع ربنا السلامة. يخليك، ربنا يخليك. مع الف سلامه. ابو قيس نزل. ماشي، اتفضل حضرتك. معلش ممكن اكون انا طولت زياده عن اللزوم، معلش انا اسف. لا ولا ولكن يهمك. الشخصيات حضرتك طولت. الوهميه اللي بدات الشباب يكتسبوها والاجيال الحديثه تكتسبها مع زياده المعلومات وتوافر المعلومات سواء صحيحه او مغلوطه، بس هي معلومه سريعه. يعني انا امبارح كنا في لايف عن حد بيقول ايه الايه، الرجال قوامون على النساء. آية موجودة، هي جزء من الآية، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. فازاي خليها ان لايف الست تاني، ازاي خليها ان لايف الست ما تسمعش كلامي، ازاي ان الست ما تمشيش تحت طوعي، ازاي فانا دخلت بعد 5 دقائق او 6 دقائق كده. طبعا قعدت اسمع الاول زي ما انا ما بعمل مع حضرتك، انا بشوف الاول الحوار، هل انا ممكن استفيد او افيد فيه لو بشيء صغير بخش. فالسلام عليكم وعليكم السلام. الآية حضرتك بتقول كذا 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 من أولها وفيها والطبري قال كذا وفي التفاسير، والشيخ محمد متولي الشعراوي قال كذا 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 كذا. طبعا قعد يشتم شوية في الأول، أنت بتطبل للحريم، أنت مش عارف إيه، أنت إيه. فتنتني معاه واحدة واحدة كده لحد ما وصلت له عند أمك وأختك. لو أمك في الوضع اللي أنت بتقوله واختك في الوضع اللي انت بتقوله، يعني انت ترضى ان جوز اختك يزعق لها ويشتمها ويهينها وهي تبقى ضعيفه وذليله؟
قال لي لا ده انا اروح اذبح امه. قلت له طب ما هو برضه هو يجي يذبح امك. طب ما نمشي بما يراه الله لنا وكتبه الله علينا وبما يراه المجتمع من عادات وتقاليد. حضرتك لو سالت جدك لو موجود او والدك هيبص لك بقرف كده ويقول لك انت مش بني ادم. الست كانت زمان يعني ستي مثلا شايله بيت، مربيه بسم الله ما شاء الله رجاله دلوقتي دكاتره وباشمهندسين وحاجه اي حد يشرف بيهم. وهي الست، الراجل يا دوب انا بعتبر اقسم بالله عن قناعه شخصيه عندي الراجل في المجتمع ما هو الا عامل لا يحصل على اجر الا الود والحنان وتربيه ابنائه. هو بيشتغل طلعان عينه مثلا في ال8 انا ساعات او عايزه ال12 بس ساعه. اعلق على حاجه ان حضرتك قلتها، اتفضل يا فندم. ان الراجل قال حاجه ما تتفوتش. الرجل ما هو الا اجير، الرجال قوامون على النساء. لا سيبنا من دي عشان ابو الفوارس اهو لمحك. آم، ماشي لما افتكر هقول. تمام. الرجل ما هو الا اجير، مش عند الست ولا عند الزوجه ولا عند الابناء، لا هو بتكلم عن اجير في الراجل الحياه. البق والست الحربوق. اتفضل. الراجل في الحياه عامه، في الحياه العمليه، مش الحياه المرسومه عشان هو يبقى حاطط صوره جميله، لا في الحياه العمليه ما هو الا اجير بدون مرتب الا ود وحنان زوجته اليه وتربيه ابنائه فقط لا غير. مفيش راجل في مصر على اعتقادي الشخصي يعرف بيته ماشي ازاي. لا مش شرط. لا يا سيدتي يا دكتوره رنا، يا دكتوره رنا مفيش راجل يعرف بيته ماشي ازاي اكتمالا. يعني الراجل في المطبخ ايام كورونا طبعا ما حدش معصرهاش، ناس كتير جدا جدا خسرت فلوس بطريقه غير عاديه، لدرجه ان كان في ناس من تخيلاتها ان هيعدوا من السنه او السنه ونص او من الموقف ده هيموتوا وهيجوعوا، ومع ذلك الستات البيوت قدرت تدبر بطريقه غير عاديه. انت جايبه الحاجات دي منين؟ اصل انا كنت شايله يعني قرشين على جنب، اصل انا كنت بجيب رز وبعينه، اصل انا كنت بجيب سكر وبعينه. التدبير والله مش كل الستات بتعمل كده. في رجاله مركزين في كل حاجه، مركز في شغله بيعرف يعمل ده، بيركز في شغله ما بيأثرش ناحيه ولاده. انتوا الدنيا بتتفض من حواليا ليه؟ هو في حد بينزل؟ مين اللي نزل؟ مش انشغال الرجل يا فندم. انشغال الرجل مش معناه ان هو مش مدرك لحياته او مدرك لزوجته او مدرك لعياله، لا، هي الثقه الكامله الى الزوجه، لانه هو عارف ان الزوجه هتربي وهتطلع، لانه هو متربي على ايد متربي على ايد راجل صح كان برضه شغال في الحياه العمليه. يعني انا في شغل مثلا 18 ساعه، عيالي بيروحوا الدروس وعيالي بيروحوا المدرسه وعيالي بتشطف، عيالي بتتعلم قران، عيالي بتتعلم الصلاه، انا مش موجود معاهم اصلا. انا يا دوب بروح. دور كبير برضو للام، ما الام ليها دور والاب ليه دور. تمام. انا بروح بالظبط كده. انا بقى لما بروح بعد 18 ساعه شغل، السلام عليكم وعليكم السلام، بسلم عليهم، تمام عملت ايه النهارده؟ كذا كذا بابا، محمد عمل كذا ومالك عمل كذا، بابا انا ما سمعتش كلام ماما او ماما سمع مش عارف ايه وايه وايه وايه. هو الارشاد فقط لا غير. حتى انا لما اجي اخد موقف اقول لها مثلا احنا هنعمل كذا، تقول لي طب ناجله، ممكن ناجله يوم او 2 لحد ما يتعلم من الموقف اللي عمله. فهي هي المديره، هي الام، هي التربيه، هي المديره، هي كل حاجه. لذلك ودي اخر نقطه عشان ما اطولش برضه اسيب المجال لاخواننا. بعدين سيدنا ادم لما ربنا خلقه ودخله الجنه، طبعا ما فيش اكبر من كده تمني، استوحش الجنه، يعني هو لوحده في قلب الجنه استوحش الجنه. ما خلقلوش ليه اخ او راجل زيه عايزين نفتح في يقعد الدين معاه، ولكن مش دين يا فندم والله ابدا، مش هنتطور في الدين، ولكن خلق له حواء ليستأنس بها. لذلك في الايه لتسكنوا اليها، فالزوجه هي السكن، هي المديره، هي كتير جدا. ولكن لكثره المعلومات المغلوطه عند الشباب في الوقت الحالي وعند البنات، وعدم معرفه القيمه الداخليه والقيمه الذاتيه لكل منهما،
بنقع في مشاكل لا حصر لها ولا عدد. وانا اسف على الاطاله، واتمنى اني ما اكونش رخمت بالزياده عن اللزوم. لا خالص، لا حضرتك تنور. شرف ليا. يا جماعه كلكم منورين، كلكم على راسي، كل الناس اللي كاتبه. انا بقرا كل حاجه على فكره، ويا ريت كل حد يعلق برضو، يقرا في التعليقات علشان نقدر نجاوب على الناس ونبقى متواصلين كلنا مع بعض. اللي عايز يطلع يشارك يتفضل. الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه الراجل البق والست الحربوقه. الراجل البق اللي هو بيقول اي كلام وخلاص وما بيعملوش، ومش شرط. انا مش بتكلم بس مع الراجل وست، يعني راجل في شغله، راجل مع اصحابه. عندكم اكيد شيء في الجروب بتاعكم او في الاصحاب بتاعكم والاصدقاء بتاعكم واحد بق بيقول لك اعرف صاحبك على عيبه. في ناس كتير قوي معاها اصحابها هي عارفه ان ده كلامنجي، ده بيتكلم كتير بس ما بيعملش. ففي كده. او حتى لو راجل في الشغل. اتفضل استاذ عمران. عمران صح ولا انا النظر بقى؟ عمران. عمران. ايوه يا فندم عمران، ليا الشرف شرف اولا ليا. اشكر حضرتك على اعطاء المساحه. اتفضل. ثانيا اشكر الاستاذ مدمن اتفضل. اتفضل. على المعلومات اللي قالها. مم. تحياتي للصامت ابو ايسل والاستاذ احمد، وفي استاذ مش عارف اللي هو حاطط علم مصر والامارات، اهلا بيك، وابو الفوارس. بالنسبه لموضوع النقاش اللي هو الراجل البق والست الحربوق، باختصار شديد هو تبديل الادوار ونظر كل شخص لحدود حريات الاخر. اولا سامعني ولا؟ سامعين حضرتك، اتفضل. تمام. بالنسبة لتبادل الأدوار، الست النهاردة بقى عليها عبء كبير بسبب مشاركتها المادية في البيت والعمل وخروجها لسوق العمل، فأصبح إن هي متوافقة مع الرجل في المغريات أو الأغيار اللي بيشوفها في الخارج، نفس مجال العمل، نفس المواصلات، نفس الطريق، نفس الجروب اللي بتشتغل معاه، ده كله بيسبب لها أغيار. نفس اللي بيشوفه الرجل بترجع ليها التزام في البيت. فأنا من وجهة نظري المجردة اللي هي طبعا أنا دايما وجهات نظري بقول فيها إن هي خطأ قابلة للصواب، ووجهات نظر الآخر هي صح قابلة للخطأ. فأنا هتكلم عن الخطأ بتاعي اللي هو قابل للصواب. طالما أنا سمحت لزوجتي إن هي تنزل مجال العمل وتشارك معايا في أعباء الحياة، يبقى المفروض إن أنا كمان أخش معاها في أعباء حياتها المنزلية. ده مش تطبيل بس دي حقيقة، مع العلم إن أنا زوجتي مش موظفة. لو موظفة وبتساهم في البيت زي ما أنا بساهم وبتساعد، المفروض أنا كمان لما أجي البيت أساهم وأساعد في أعمال البيت، يكشي أكنس وأمسح وأغسل مواعين، مش عيب. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان يرتق نعله ويخيط ملابسه. عفوا، دي واحدة. تاني حاجة، ده كده تداخل المصالح، إن هي بتشتغل وبتصرف وأنا بشتغل وبصرف، يبقى مش مطلوب منها إن هي تقوم بأعبائها الزوجية كلها كاملة. تمام؟ ما بتشتغلش وانا اللي بشتغل وبصرف، يبقى هو كل اغيارها وكل اعبائها اصبحت في المنزل والاولاد. ده بالنسبه لي وبس انا زي ما هقطع بيقولوا. حضرتك، انا اسفه عشان ما انساش. هو بس يعني بعترض على حاجه، او مش متفقه مع حضرتك في حاجه. هو كده او كده. هو الست اصلا، يعني بصوا ما حدش يتكلم، انا بس بعلق معاه. وده مش موضوع اللايف، بس انا هعلق بس. هي الست اصلا مش المفروض ان هي تصرف في البيت. اذا صرفت ده كرم منها انها تشوف ظروف جوزها مش حلوة فهي تساعد. لكن ده مش في الاسلام اصلا ان هي فلوسها دي ليها هي. دي حاجة تانية، سواء هي اشتغلت او ما اشتغلتش، المساعدة من الزوج والدعم ليها ده حاجة كويسة جدا. يعني سواء هي كانت شغالة او حتى لو قاعدة في البيت، يعني
بيبقى فيه مساعدات، بيبقى بحس ان هو معاها مشاركها في اي حاجه، ان شاء الله نعمل كوبايتين شاي كده ونقعد وبتاع. بس وحضرتك اتفق معاكي، بس كمل. اتفق مع حضرتك، بس اه دينيا ما نقدرش نتكلم فيه، لان اسف احنا مش على علم بالفقه والافتاء عشان نقدر نقول دينيا صح تصرف او ما لا تصرفش. لا، بص هقول لحضرتك بس انا انا بقول لحضرتك يعني انا مثلا الدين بالذات ما باجيش جنبه، لكن برافو عليك. الحاجه الوحيده اللي ببقى متاكده منها مليار في الميه انا بقولها. ست لا اللي بس الفلوس بتاعتها ذمه ماليه. مش اه اعتراض، هي لها ذمة مالية مستقلة طبعا، اه بس ارجو حضرتك برضو تستوضحي من هذا القول يعني. استوضح. لا لا يا ريت تستوضحي منه، لان مش هو معنى ده. كلامي ان انا بقول ان الست تصرف او ما تصرفش، ما انا انت بقول انت هو لا ده انت واخد القوامه. الايه بتقول بما ابو انفق، فوارس. يعني علشان لو انت اللي سمحت بتنفق. مش هقلبها دي. الله يبارك في حضرتك. بس انا بتكلم صح، من بس توضيح منظور، والله يا استاذ رنا. انا بتكلم من منظور انساني بحت، من منظور انساني بحت، وبتكلم في خطوط عريضه، يعني ان احنا مساحات بعض احنا بنبص لها، مع العلم ان مفهوم الحريات اصلا بيقول لحضرتك ايه؟ في مفهومين: انت حر ما لم تضر، وتتوقف حريتك عند بدايه حريه الاخر. صح جدا، احترم حضرتك تمام؟ فلا جدا. بد من وجود مساحات للرأي، مساحات للحريات ما لم اه تتخطى حاجز الخطأ اه او الثواب او اسف في اللفظ، شواذ القاعده بقى، حريتها ان هي تعمل كذا تعمل، لا، الحريات البعيده عن الحرام والحلال ده مفهوم لازم الست تاخد حريتها. دي واحد. نمرة اتنين، لابد من وجود مساحة ثقة ومساحة حوار. اللي يستبد برأيه، الاستبداد بالرأي في حد ذاته جهل. صح. دي واحد. تاني حاجة، لا يوجد شخص عنده كل العلوم، اوكي. فلذلك طبعا. أنا ما ينفعش استبد برأي أنا ما افهموش. لذلك أنا بقول وجهة نظري خطأ فيها قليل من الصح، مم. لأن أنا مش أعلم أهل الأرض والعياذ بالله، يعني تمام. كل واحد على قدر ما هو فاهم. ايوه تمام؟ صح. صح. طيب، التجاوزات اللي بتحصل ما بين الرجل والمرأة، أنا بقول إن هي بيبقى ليها كذا غيار. أنا ممكن أكون في وقت ما قادر على النقاش مع زوجتي، وفي وقت ما على موضوع تافه غير قادر على النقاش. اه لابد هي تعي ذلك، وفي نفس الوقت أنا أعي ذلك، إن هي عندها وقت ممكن أقدر أتناقش معاها، ووقت هي مش قادرة، حتى لو إحنا بنتكلم على قيد أمولة مش قادرة حتى تتناقش معاها، مش قادرة أقول لها صباح الخير وهي ترد عليها بابتسامة مثلا. ليه؟ أنا مختلف الأغيار وهي مختلفة الأغيار. أنا بيبقى عندي مشاكل في شغلي وهي بيبقى عندها مشاكل في البيت حتى لو ما بتشتغلش. اه لابد من إعطاء المساحة لكل شخص، حتى ابنك الصغير تديله مساحة يعبر عن وجهة نظره حتى لا يحدث كبت. اللي كان بيقول عليه الأستاذ مدمن إن ممكن عشان كوباية شاي ولا عشان حاجة يحصل خلاف كبير يوصل لمراحل أكبر بسبب إن في تراكمات. لا، أنا أفضل التراكمات دي أول بأول. وأنا من رأيي إن الحوار ما بين الرجل والمرأة والأبناء في المنزل، حتى لو كان هناك أحد منهم اقترف خطأ خارجيا أو داخليا، المصارحة والمعالجة الداخلية هي أكبر درع واقي للأخطار الخارجية، اللي هو التفاهم الأسري. أنا عملت مشكلة بره، عملت أي حوار، مفيش مانع إن أنا دردش مع مراتي فيه، ولكن تكون هي على قدر من استيعاب هذه الدردشة. زي ما بنقول كده، في 3 خطوط ما نعدهمش، طالما ما عديناهمش لنا أن نفعل أي شيء: الكذب،
الخيانة، إفشاء الأسرار البيت. دول 3 خطوات. تمام. بعد ذلك كله متدارك. دي واحدة. تاني حاجة زي ما قلنا كده، كل واحد بيبص على دور التاني. ساعات في ستات بتبقى زي ما تقولي كده الستات الحربوقة جميل بتبقى هي عايزة تبقى مسيطرة على البيت. يقوم الإيجو بتاع الراجل بقى يتأثر، لا أنا اللي مسيطر على البيت. لا طبعا، الكلام ده غلط. الست قوتها وآسف في اللفظ جبروتها وسيطرتها في ضعفها. صح. طيب أسيطر على جوزي بالحنية والاحترام، لا أسقط زوجي في نظري أو نظر أو الأبناء. وآسف في لا اللفظ دي بيتقفل هنعمل لها علينا. لايف، ده انا هنعمل لايف القصة دي. الست اللي بتخلي بتكره جوزها بتكره العكس، الأولاد في اولادها جزء في جوزها في ابوهم. هو بيبقى ده مصيبة. بيشتغل وطلعان روحه في الشغل، وهي بتبقى قاعدة طول الوقت بتاخدهم سلاح في ظهره. دي مصيبة يا فندم. اه أول دي حد هنعمل له هينداس لايف عليها ده هي. لوحده عشان مش هناكله كده في الكلام، هنعمل لايف لوحده. أيوه، بس الراجل عايزة لو ما حماش زوجته من أولاده هيدسوها. أول درع الاثنين حماية الاثنين للزوجة زوجها. الاثنين. أيوه. تمام. انا بشكر حضرتك جدا، وبرضو ربنا يبارك هيجي دور تاني وتبقى حضرتك. علي أكون بس أوجزت ربنا وحاولت إن يخليك. أنا أحط النقاط اللي ممكن تفيد يعني. اكيد، شكرا، ربنا يخلي حضرتك. استاذ الصامت، احنا بنتكلم عن الراجل البق والست الحربوقه. راجل البق ده انا كنت عايزه افتح الموضوع ده امبارح، ودخلنا كنا بنكمل قصه الادمان. كان بقالنا كام يوم بنتكلم في الادمان، فقلت فرصه النهارده نتكلم عن الراجل البق. بيقول وما يفعلش، يقعد يقول وكده. فاتفضل. السلام عليكم. الصلاه والسلام. اتفضل. أسعد الله أوقاتكم بالخير وقلبك يعني. والحب والتفاؤل والسعادة والطاقة الإيجابية. الله. أنت وضيوفك ومتابعينك. ربنا يخليك. وتحية أنا أخوكم الصامت من السعودية. تحية للشعب المصري شريف. كله، من الكبير إلى الكبير، لأن ما فيهم صغير، كلهم كبار عندي. نعم. الله يحفظهم ويعزهم ولا يعز عليهم. ويحفظكم يا رب. طبعا موضوعك ويرزقنا شيق جميعا وجميل صيانة. وهادف. مين اللي وقع مني؟ ماشي اتفضل، بس انا مش خدتش بالي مين اللي نزل. اتفضل. طبعا موضوعك معلش جميل اسمحي لي وشيق أستاذة وهادف. رنا. نعم. اسمحي لي أستاذة رنا بس الأستاذ الصامت. لك مني كل التحية والتقدير لكل أهل السعودية كرامة لحضرتك، وأهلا بيك في جروبنا المحترم صاحب المضيفة المحترمة والمشاركين المحترمين. وانت انسان باين من حسن البيان والإلقاء انك على قدر كبير من الاحترام والخلق العظيم، ولنا الشرف بالتعرف على حضرتك. اشكرك. الله يبارك فيك ويطول عمرك، ولا شكر على واجب. اتفضل. أنتم فارضين احترامكم علي وعلى غيري. أنتم أهل الخلق وأهل المبدأ وأهل القيم السامية والمثلى. بما لا شك فيه أن مضيفتنا اليوم تناولت موضوع ألا وهو خصلة وصفهم الله سبحانه وتعالى بالمذبذبين، اللي يقولون ولا يفعلون. طبعا أنا عرفت البؤ عندكم وش معناه، وعرفت مفهومه، لكن الست بيقولوا ما يعملش. ايوه، لكن الست الحربوقة ذي ما عرفتها، ما عرفت وش معناها. في لايف تاني تبقى معايا الإعلامية حنان، عشان هي كانت عاملة لايف طيب. على الست الحربوقة، وكانت معايا في أول لايف، وأنا كنت بتكلم على الراجل البؤ، فقلنا ما نزعلش الست الحربوقة مننا، خصلة وحشة برضه. طيب ما هي مشكلة. أنا علشان أرضي جميع الطرفين، ما أزعل أختي علي ولا أزعل أخوي علي الرجل، ما نجيبش زعل. كلهم
عينين في راس. هؤلاء وصف الرجل اللي يقول ولا يفعل، هذا منافق. هذه خصلة من خصال النفاق، لأن المنافق إذا أوعد أخلف، وإذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان. وصفهم الله عز وجل في كتابه بأنهم المنافقين. الإنسان لابد يتمسك بالقيم والمبادئ. وعندنا مثل يقول لولا المربي ما عرفت ربي. لولا التربية الطيبة والأساس الزين والمبدأ السوي والقويم ما عرفنا العبادة ولا عرفنا الله سبحانه وتعالى عز وجل. فالتربية لها دور كبير، من ثم المجتمع له دور كبير، والمدارس كذلك لها دور كبير. عندنا أطفالنا يخرجون من البيوت أحيانا يجونا بكلمة، بلفظ، بأسلوب، فينقلها لأخوه اللي أصغر منه في البيت اللي ما يدرس، فتصير عدوى. لذلك لابد أن نحرصهم، نوعيهم. لا تنظر للهالك. الرسول صلى الله عليه وسلم مش يقول لا تنظر للهالك كيف هلك. إذا جاء الطفل لابد أن نناقشه، سمعنا منه كلمة، منين اكتسبتها، منين سمعتها، من قالها لك. يقول علمونا الأطفال ترى صريحين جدا وبريئين، ما عندهم غش ولا كذب ولا يقولها. فنناقشها، لا تتبع هذا هالك. هذا أنت إذا شفت الناس يدخلون النار تدخل معهم؟ بيقول لا. بنقول له طبعا هجل لابد أنك تتقيد. إذا شفت الخطأ لا تروح، إذا شفت المخطئ لا تتبعه. أنت حافظ على نفسك، انظر للناجي كيف نجا ولا تنظر للهالك كيف هلك. طبعا الإنسان بصفة عامة لابد أنه يتمسك بقيمه ومبادئه وخلقه. المرأة لابد أنها تكون، المرأة والرجل لابد أنه يكون نزيه وصادق وأمين ووفي وكريم وشهم. خصال كثيرة من الخصال الحميدة والصفات الحميدة اللي لابد أنه يتقيد بها الإنسان في حياته عشان يعيش صح ويكون حياته ويقابل الله سبحانه وتعالى بوجه أبيض يوم تسود وجوه وتبيض وجوه. طبعا أنا ما أقول لا تكون جريء، كن جريء بس في غير متمرد ولا متجرد. لا تتجرد من مبادئك ولا قيمك. خلك جريء، خلك شجاع، اقدم. هذه ما هي بعيب ولا هي سلبية، بالعكس إيجابية. خلك جريء بس لا تتمرد ولا تتجرد عن مبادئك القيمة والسامية. وكذلك كن محافظ بس لا تكون متشدد ولا متطرف ولا متزمت. خلك محافظ نزيه وتقي ونقي ووافي. وأستذكر الآن إذا ما خانتني العبارة للأصمعي مقولة عن 7 خصال إذا تقيد ب7 لم يخسر 7. شوفوا الخصال هذه لازم تركزون عليها. اللي عنده ورقة وقلم لابد أنه يحفظها، وإذا البث مسجل لابد أنه يعيد ويحفظها بعد. 7 إذا ما خانتني الذاكرة إنها مقولة للأصمعي، يقول من كان جوادا لم يعدم الشرف، ومن كان وفيا لم يعدم الحب. إذا كان الواحد وفي مع أهله مع ناسه ومع أصدقائه كل بيحبه. ليش؟ لأنه وفي. وإذا كان صادقا لم يعدم القبول. خلك صادق، ربي يعطيك القبول في الناس تحبك ويترك لك قبول في الأرض. ليش؟ لأنك صادق، الناس تحب الصادق. والصدق قال واحد قال اكذب خلنا ننجى، قال خويه اللي معه لا، إذا كان الكذب أنجى فالصدق أنجى وأنجوين، يعني مرتين، ينجينا مرتين. الرابعة يقول كن شكورا. خلك شكور، لا تعدم الزيادة.
الله سبحانه وتعالى إذا شكرته زادك، والله عز وجل لن شكرتم لأزيدنكم. ومن ثم كن منصف في الحياة، كن منصف، لا تعدم العافية. تبي صحتك، إذا كانك تبي صحتك خلك منصف مع الناس، خلك عدل، ما عندك ظلم ولا تظلم أحد. شوف الله، شوف أنت بتفقد عافيتك، بتفقد صحتك، كلا. خامسا أو سادسا كن متواضعا، كن متواضعا، لم تعدم الكرامة. المتواضع لا يعدم كرامته نهائيا. وكن محافظا على الأخلاق، لم تعدم السؤدد. أي واحد يبي يتصدر في المنابر وبيصير واجهة إعلامية البلده، واجهة مشرفة، واجهة مشرقة، يكون متقيد بالأخلاق، ما يتصنعها. الأخلاق قيمة للإنسان، لابد أنه يتمسك فيها. لن يعدم السؤدد، بالعكس بيصدرونه الناس وبيقدرونه. علني للأسف أنا أشوف هنا يصدرون السلبي أكثر من الإيجابي. لكن إذا اتفقنا نحن الإيجابيين مع بعض وضمينا صوتنا البعض وأيدينا البعض، صدقيني ناصل لو بعد حين. هذا ما حبيت أضيفه لك، وأختمها بآية لله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. من اللي ما عليه، من اللي ما عنده ذنوب منا؟ كلنا عندنا ذنوب. إذا إذا الإنسان يبي الله سبحانه وتعالى يصلح أعماله، يتكلم كلمة حق، يقول قول سديد، يتكلم بالصدق. شوفوا الله سبحانه وتعالى، الله صادق، الله من أصدق من الله قيلا؟ ما في. قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وصدق أحسنت. الله العلي العظيم. أحسنت. شكرا لك يا أختي الغالية، حضرتك منورني شكرا ومشرفني. شكرا جزيلا خليك لك. في الحديث تاني أتمنى ونجيب لك حضرتك. أجمل الأوقات وأمتعها، وشكرا لمتابعينك. في ربنا أمان يخليك يا الله. رب. شرف ليا تواجد حضرتك في البث، واتمنى في كل الموضوعات اللي بنناقشها تبقوا كلكم موجودين. ابو الفوارس خليها إن تبقى شاء عندي في الله البث. بإذن الله. استأذن عليك يا فندم، إضافة على كلام الراجل المحترم الصامت. هو قال حاضر، بس فعجالة عشان المقول استاذ فتحي. في ثانية واحدة. هو قال على مقولات عايزه اقول لك حاجه الأصمعي. بس يا ابو اسيل، معلش، ما يصحش الحاجات اللي بتكتبها دي وتخليني اضحك زي مش عايزه اقول، وابقى انا بضحك والناس بتتكلم في كلام جد. انت بوظت لي الحلقه، خليت شكلي لا 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 بضحك لا، بضحك على ايه ايه يعني؟ يعني ايه ماشي. المشكلة لما تضحكي يعني؟ وانا عايز افهم بس، هو الناس الاستاذ بتتكلم صامت في ده كان كلام متفق؟ عميق، وانت عمال تكتب لي حاجات آه تضحك وانا عماله اضحك، الخو... والناس هتبقى فاهمه ان انا ايه، جايبين واحده معروف هبله. ماشي. معروف عن أبو بكر الخوارزمي، هو من وضع علوم الرياضة. تمام. فهو عمل معادلة كده اسمها معادلة الرجل. قال الرجل بأخلاقه 1، ثم إذا كان غني نضيف 0 بقى 10، إذا كان ذو مروءة نضيف كمان 0 بقى 100، إذا كان ذو منصب نضيف كمان 0 بقى 1000، إذا كان ذو عصبية ونفرة، أهل كتير يعني، نضيف كمان 0، إذا كان ذا جاه نضيف كمان 0، أصبح 100,000. ولكن إذا شلنا الأخلاق أصبح 0. طبعا. فعماد الرجل أخلاقه. شكرا. العفو، احسنت حضرتك. استاذ فتحي طلع الاول صح؟ استاذ فتحي قبل استاذ ابو الفوارس. استاذ فتحي اتفضل، لو انا غلط قولوا لي. استاذ فتحي الراجل لا انا اللي طالع قبله، بس عادي ماشي مشاكل. ماشي خلاص، يبقى هو اصلا لا ما لا ردش، يتفضل استاذ ممكن استاذ مشغول. فتحي. انا مشغول عارف ان انا جدا. مهضوم حق في اللايف ده، فمش لا والله مشكله. العظيم ما اقدرش. بقول أستاذ لك أبو ايه، انت هتتغدى معانا النهارده؟ لا ما ينفعش كده. الله أستاذ أبو يكرمك يا الفوارس، رب. بحاول إن أغير رقم حضرتك.
نعم. حاول ان انا اغيرك، حضرتك ما بيدينيش. حاول ان انا لا اغير رقم عامله حساب حضرتك خاص. اتابع انا بعت لك تغيرش المتابعه، وانت المتابعه. فصلت المتابعه. انا بعت لك متابعه لان الحساب بتاعي خاص، فلازم الاول قبول. انا بعت لك دعوه. ايه ده في ايه؟ تمام. انا فكرت في انا فكرت في مشكله. طب اي لا 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 حاجه، لا اي لا. بيزنس احنا لينا شكرا فيها، احنا مشاركين معاكم. في متابعتك طبعا. انا لا مش ليا احنا الشرف بزنس يا مشاركين فندم معاكم في اي فندم، ده والله. هو مصلحه. وضع طبيعي ان انا احنا لما بخش حضرنا لايف. الاتفاق. الله يكرم. لا وضع طبيعي. لا وضع طبيعي لما بخش اي لايف بغير ارقام الزملاء المحترمين، بالذات لما يكون لايف محترم زي اللي حضرتك عاملاه ده. بحاول ان انا ربنا يبارك اشوف في الناس حضرتك. المحترمه اللي فيه كلكم بتبقوا محترمين، فبحاول ان انا اغتنم هذه الجواهر عندي، لان ده يعني ربنا بوكيه يبارك في عطر يعني. حضرتك. ربنا يخليك يا رب. انا بس بهزر كده في النص، عشان ايه؟ المواضيع بتبقى تقيله، فبحاول اخف الموضوع علينا يعني، عشان ما نبقاش كده. استاذ ابو الفوارس لا يا اتفضل. فندم، مفيش مواضيع تقيله ولا حاجه، مواضيع عميقه. اتفضل. اتفضل. والله يا استاذ اسنات بيقول صباح لك الفل. فيه حكمه بتقول: لو كان العقل على قدر كلام الرجل لكان الصرصار اكبر الناس عقلا. فالصرصار مش بس في العلاقات اللي هو بيكذب على خطيبته او بيكذب على مراته، لا بنشوف الراجل الصرصار، الراجل البق اللي هو بيتكلم في محيط العمل: انا بعمل واسوي. كنا زمان بنسمينه ابو لمعه واحنا في مصر زمان كنا بنسميه ابو لمعه، الراجل ايوه. الكذاب، الراجل اللي بيقول اكتر ما بيعمل. الراجل دي بنشوف منها نماذج كتير جدا كتير جدا، والنماذج دي على فكره بتعمل خلل في المجتمع. يعني لو في لايف خاص انا كنت هتكلم كتير اكتر من كده. يعني احنا هو في الراجل نماذج البق دي عندنا اختراع انا يمكن اخترعته لما احنا امبارح، جه كده ورحت كاتبه يعني، فاهم؟ ايه. مصطلح جديد على كل ده، على ابو لمعه، وعلى اللي بيتكلم كتير واللي بيرغي كتير بدون فايده، واللي بيقعد كده يعني، كل اللي حضرتك و... بتقوله. وطبعا الاستاذ الصامت اتكلم بادله دينيه كتير. فالرجل ده ليه كل الاحترام، وكل المملكه قياده وشعبا لهم منا كل الاحترام، وعلى الحب والمقدره وده كله. فاتكلم في الموضوع. لكن انا اتكلم في الموضوع ان هو مش بس اللي هو بيكذب على مراته، لا والله، في اللي بيكذب في محيط شغله، وفي اللي بيكذب مع اصحابه، وفي اللي بيكذب هنا وهنا 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 وهنا. الناس دي اوقات انا باخدها كتسليه، انا بضحك عليهم، بحبهم، بحب اللي هو بيطلع كده لما اكون متضايق بقعد معاهم. لكن الصرصار اللي هو بيدخل في مجالات ان هو ممكن يضر، هو ده النموذج الغلط. لكن التعامل معاهم ازاي؟ هل بالصدام نصدمهم، ولا نتعامل معاهم بازاي؟ دي بس اللي عاوز اشوف رأي حضراتكم فيه، لاني انا مش بحب اصدمهم بصراحة، انا بعيش معاهم الجو. فعاوز رأي حلو. حضراتكم لو ازاي. تحبوا كمان نبقى نجيب عارف يعني عارف نجيب عارف اخصائيه نفسيين يقولوا لنا برضه. انا بس كانت الاستاذ اسينات كانت موجوده وهي ما حقوقيه لقيتهاش ومحاميه، قلت لك شديها بس مش عارف لا ما شكلها لقيتهاش، طلعت. وهي ما بعتتش. اعمل لها بس شير وتيجي تشارك معانا. ان شاء الله. هي هو موضوع النهارده عن الراجل استاذ فتحي يا ابو اتفضل. الفوارس. عارف يا ابو الفوارس المشكله ايه؟ اتفضل. المشكله ان كل الناس لما بتتولد بتتعلم الكلام، لكن ما بتعرفش امتى تسكت. دي المصيبه. اتفضل. استاذ ابو الفوارس، اقرا التعليقات اللي مكتوبه لحضرتك، يعني اقراها في سرك يعني برد. اتفضل يا استاذ فتحي. ازيكم جميعا، اخباركم ايه؟ الحمد لله. هو موضوع اليوم النهارده عن الراجل البق الراجل البق والست الحربوقه ولا الحيزبونه؟ الاتنين واحد، مش فارقه كتير. الاثنين مش فارقه بس لا عادي، ما في رجاله كلامنجيه كتير جدا جدا أوي. جدا جدا، بالذات واساتذه. كمان في شغلكم انتوا، في علاقاتكم الراجل مع الراجل، تلاقيه بق يقعد يوعدك بحاجات. طب هجيب لك الحاجات دي، طب تعالى ده انا هشغلك، طب انا مش عارفه ايه، حاجات حتى في الشغل. وتلاقيه بق انا هخلص لك الحاجه دي، بص انا هعمل لك العربيه دي في ساعه بالظبط وتجيلي. يقعد يرغي ويقول لك هيعمل لك ويرجع لك العربيه جديده، مفيش بعد كده. هي وتلاقي بق خرجت من عنده العربيه وقفت. بترجع لسلوك البني ادم يا استاذه راني، وامانته بينه وبين ربنا،
مش امانته بيني وبينك او امانته بيني وبين اي شخص، لا امانته بيني وبين ربنا. انا في محيط شغلي بعرف اعمل حاجه بقول هعرف اعملها، مش بعرف اعمل حاجه بدلك على مكان تاني اعملها لك. بس دي ولا بتقلل مني، بالعكس انا بقول لك امكانياتي 1 2 3. تمام. الراجل يفضل يوعدك وهو كلام بس، للأسف للأسف. انا هعرف اقدم لك 1 2 3 في نطاق عملي. تمام. لو انت عايزني اساعدك في جزئيه فلانيه اقدر اساعدك بيها او هدلك على اللي يساعدك. بس يعني كل واحد عارف قدر نفسه، يعني مش محتاجه هبد ومش محتاجه رزع. هو الشخص الصريح والصادق مع نفسه هيبقى صادق مع اي حد، انما الكذاب ده نهايته وحشه. ما هو الكذاب برضه البخل داخل ده في البق نهايته يعني. وحشه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو نهايته وحشة لأنه بيبقى شكله مش حلو، مش من صفات الرجل. وفي أستاذ، وبعدين هو بيبقى أنا عنده آسفة، نقص في في أستاذ دخل لي قال لي ما يتقالش عليه راجل لو سمحتي، هو يتقال عليه ذكر. يعني الراجل ما يكذبش، الراجل إذا وعد أوفى بوعده. إذا اتكلم كلمة على رقبته، سيف على رقبته. كان معانا أخ صعيدي قال لك إحنا ما ينفعش، إحنا لا، هو اللي قال لي، بس مش أنا، بس معلش الذاكرة. مش كل إنه الصعيد على فكره. طبعا مش كل حاجة، أنا ما بعممش، بس أنا بقول كل مكان في صفات الكويس. الراجل كده. يعني هو الصعايده مش ملايكه، وناس محترمه، في ناس محترمين جدا. تمام. لا وفي تكون ناس الذكور يعني انا ما الجنس. شاء الله، انا في واحد من الصعيد مكلمني اول امبارح كان عايز ينصب عليا. طبعا اقول لك ايه. لا أنا مش قصدي لا مكان عشان ما يعني حدش يزعل. عايزين يا للصعيد فتحي، بس عايزينه عايز اوضح حاجه، بس علشان انا راجل صعيدي من اسيوط فلازم اوضح حاجه. يا فتحي ما تبصش على عواصم المحافظات والكلام المدن، يلا لكن أنا شوف أستاذ اتعامل مع القرى، وتعامل مع، انا وإحنا دايما نحب بقول أخافي الموضوع ونحب ده، السعودية. ما تتعاملش مع عواصم المحافظات لانها زي القاهره وزي الاماكن دي، مش احنا مش قصدي بنحسبهم مش صعايده قصدي على مش فكره. قصدي مش فايوه، قصدي. كل مكان فعلا فيه الكويس واللي مش كويس، اكيد كوضع كل مكان فيه الكويس عام. واللي مش كويس. طب انا لكن ثواني بس عشان ما نزعلش من بعض، لكن المبدا كوضع عام عشان ما نزعلش عند من بعض. الصعيدي. طب بس اكمل بس الاستاذ فتحي، بس المداخله يا استاذ عمران، بس اكمل بس. اكيد كل مكان فيه بيكونوا اتنين اخوات بيكون فيهم الصالح والطالح، لكن الاغلبيه هتلاقي في الصعيد ان هو اذا وعد فعلا المبادئ عنده والتربيه بتاعته والبيئه بتاعته اللي انشئ فيها بتكون ان هو لازم عارف اللي حب ينصب عليك ده لو حد من عيلته دري او كذا او كذا او كذا، والله هتكون فضيحته بجلاجل. اتفضل كمل. انا على فكره انا مش بسيء. عام لكل قاعدة نوريني يا بقول جماعة. لك كل والناس مكان كلها غيار بقول لك كل مكان اتفضل. انا بقول لك يا استاذ ابو الفوارس كل مكان فيه ده وده. هو بترجع برضه لنشأة الشخص، لسلوكه، لتربيته، لاخلاقه، للي بينه وبين ربنا. هو انا النهارده لما اكذب عليك ولما احور عليك ولما الف وادور عليك وبعدين اخرتها ايه؟ نهايتها ايه؟ ولا اي حاجه، ولا هستفاد باي حاجه. بس انت كده كده اهم حاجه تبقى صادق مع نفسك الاول عشان تكون صادق مع الناس، مش اكتر ولا وعشان شكلك كمان يعني شغلك وفي علاقاتك وكل نسمع قول الحبيب، صلى الله عليه وسلم في أسمى وأقوى علاقة على وجه الأرض، وهي علاقة الزوج بزوجته. قال: من ترضون دينه وخلقه، من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فهي الدين والخلق في كل معاملاتنا. اتفضل. طبعا. اتفضل استاذ فتحي. خلصت استاذ ابراهيم الصعيدي ولا في حد قبله؟ استاذ ابراهيم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. قبل ما اتكلم بس معلش اسمحوا لي كصعيدي برضو اقول للاستاذ فتحي ما بصراحة. لا هقول لك على حاجه. لا معلش مش انا كل مش هغلط. الصعايده، مش لا معنى يا كده ان أستاذة. هو قال كل هو بيقول اسمحي مش لي كل بس. الصعايده. لا بصي انا هو هتكلم على اشمعنى حاجة. الصعايده اللي لما حد بيجيب سيرتها بتقعد تعمل هقول كده؟ لك ما كل والله الناس سؤال فيها جميل الحلو جدا. والوحش. والله يا استاذه سؤالك جميل جدا. هقول لحضرتك ليه اول عشان سؤالك انت بس. هقول لك ايه، احنا في عصبيه. خدوا بال حضراتكم انا من المنوفيه. انا من المنوفيه احسن ناس. وبغير على الصعيده لانهم خوف. بصي يا طبعا استاذه، يعني بصي يا استاذه، انا هرد على سؤالك. جدعانة احنا
بص حضرتك، احنا في عصبيه شويه، عشان برضو عشان تبقوا فاهمين عقليه الصعيدي. في عندنا حميه شويه لما حد يجيب سيره الصعايده، سواء بالكويس ولا الوحش. كويس على عيننا وراسنا، اي حاجه هتمسنا هنتكلم عليها، ضد دي حاجه. الموقف. بس هقول لحضرتك، الاستاذ دلوقتي قال منوفي مثلا. انا مش من حقي اقول المنوفي اي سلبيه عليهم، انا من حقي اقول يعني كل بلد فيها الكويس والوحش، تمام. لكن ما اجيبش اقول والله المنوفيه كذا ولا المنيا كذا ولا اسكندريه كذا، ما اجيبش السلبيات بتاعتها. بص، احنا اي صادفنا. راجل اي صح؟ راجل حر متعلم دينه كويس، متعلم متربي على اخلاق وتقاليد وعادات، وبيحافظ على شكله ورجولته، اسم كلمة راجل هو حد محترم وحد كويس. اي واحد راجل راجل بيكذب. اللي بيخاف المفروض الراجل ما بيخافش الا من اللي خلقه. فما فيش اي حاجة تضطر، ولا حتى الست. انا ما عنديش اي مبرر ان الست تبقى كدابة. كدابة دي تمام. تبقى شخص، تبقى مهلهلة، تبقى ما تربتش. مفيش حاجة اسمها أخاف من حد فأكذب. لا، في حاجة اسمها ربنا، وما يهمنيش أي حد، وهو اللي هيحميني حتى لو أنا عملت غلط. لما أقول في حاجات شخصية الواحد لا، مش من حق أي حد إنه يعرفها. إنما في الحاجات الضرورية، أو في المواضيع اللي لازم الواحد يقول فيها كلمة حق، المفروض إنه يبقى الواحد مبتسم. في الحاجات اللي مثلا حد بيدرس لحد معلومة، أو واحدة بتشتغل في مكان، مش شرط بس الراجل البق، في ست بق تقعد توعد وتقول هعمل، خلاص، وما بتعملش، ما هي بق برضه. يعني برضه المقصود، أنا مش جاية على الراجل، يعني كلنا بنكمل بعض، بس احنا بنحاول نحط ايدينا على المشاكل اللي احنا واقعين فيها كوطن عربي كله حتى. وبنقول ايه، نحاول لو حد عنده حاجة بسيطة من اللي احنا بنتكلم فيها يحاول يراجع لنا. لازم نراجع نفسنا، يعني كلنا تمام. كل ما احنا عايشين وبنتنفس، ان شاء الله عندنا 100 سنة ولسه فاضل ساعة في عمرنا، احنا بنتعلم، ولازم نصلح من نفسنا وكده عشان نعيش مرتاحين مع بعض. بس تمام. اتفضل. بص حضرتك، الرسول عليه السلام حلها من 1400 سنه. قال لك المسلم لا يكذب. ده قولا واحدا. ليه؟ يمكن انا كمان كانت طبيعه شغلي كراجل، مثلا كنت مستثمر عقاري بره مصر والكلام ده. كنت شبه يوميا اروح المحكمه، شبه يوميا. وعندي وقت، وكنت احب مثلا اروح مثلا حتى حاجات تانية بعيد عن الجلسه بتاعتي انا، يعني بروح احضر كذا كذا حاجه. انا اكاد اجزم انه 99% من المشاكل اللي هي موجوده في المجتمع دلوقتي تتحل لو في صدق. انا والله مش هقول 80 ولا 95، 99. ليه؟ مشاكل الميراث، مشاكل الزوج والزوجه، مشاكل مع الجيران، مشاكل كل ده مبني على الكذب. يعني كل حاجه مبنيه على الكذب. لو في اتنين صادقين، وذاك الشيخ الشعراوي الله يرحمه قال لك لا يوجد صراع ما بين حق وحق. ما فيش شيء. ما واحد صادق وواحد صادق، هيبقى صراع فين؟ يعني هيكون المشكله فين؟ محلوله، لان ده صادق وده صادق. لكن لما نلاقي واحد صادق وواحد كذاب، دي المشكله موجوده، خلاص مش هتحل. تمام. فانا وذاك الرسول قال لك المسلم لا يكذب. مش موضوع الرجوله والله، بس ده موضوع ديني. موضوع انت لو راجل بتخاف ربنا وراجل مسلم فعلا لا تكذب. وانت يا ستي لو انت صح امراه صالحه وامراه مسلمه لا تكذبي. هتكذبي عشان ايه؟ ما هو المشكلة ان في فحتى بعض، بدون قطع كلام حاجة، ما المشكلة ان في بعض السيدات امهات بتبقى غصب، هي بتتصرف ومش بتاعي ان ابنها واقف يتفرج عليها وبيشوف تصرفاتها. بنتها واقفة اما تبقى كدابة وتقعد توعد، ده انا هبص هات الحاجة دي وانا هرجعها لك بكرة، وتضرب على الحاجة او ترجعها بعد بكرة، ما بتلتزمش بكلامها. هو الولد بيلقط غصب عنه، ما هو بيشوف امه بتبقى كده، ما هو هيبقى كمان زيها او ابوه. نعم. على فكره حتى احنا بنعلم ولادنا الكذب على فكره في تصرفاتنا استاذن حضرتك استاذه رنا عشان جال التزام، استاذنك يا استاذ تنزلني عمران، حضرتك نورتنا وشرفتنا، ما وكمان ينفعش اخرج من بتتحرك كتير. قريب من غير ما استاذن حضرتك. نعم وليا الشرف ان حضرتك تدعيني تاني بعد اذن حضرتك في طبعا اي لايف. طبعا، على باذنك راسي. يعني هيبقى ليا الشرف لو حضرتك دعيتيني تاني في اي لايف. لا، ده حضرتك مش عامل تحت لي امرك في متابعة. اي وقت، بس حضرتك التزام عامل لي شغل متابعة. دلوقتي بعد اذن حضرتك. حضرتك عامل لي حضرتك متابعة اول ما حالا بدخل. عملت لك متابعه اول ما دخلت اللايف. ماشي، بيجي لكم الاشعارات، وكمان تمام.
ابقوا علموني ابعت لكم تمام كلكم ازاي اما اقفل اللايف. تمام وممكن نعمل جروب تمام ليكم يا فندم. كلكم تمام وانا هنزل تمام الشير. تمام استاذك. ماشي. مع الف ليا سلامه، نورت وشرفت بيك. ليا شرف طبعا وندعم. ده شرف مع شرف السلامه يا ليا، فندم. ربنا يخليك. سلام لكل في رعاية المحترمين اللي الله. مع حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم. في رعاية الله يا فندم. كلك هلا والله. اتفضل. مين بقى اللي المفروض ابو اسيل اللي يتكلم؟ اتفضل. ابو وسيل مش هيتكلم في المواضيع الجد، ابو وسيل بيهرج ويهزر. خلي حد ابو تاني. ايسل، انا اسفه. انت هجيب لك ايسل انا ترد عليه. خلاص ابو ايسل اتفضل، عقبال ما احفظ بس. لا اي حد يتفضل، لان انا مش فاضي والله. دايما ما بجهز تطلعي غدا معانا، ايه رايك؟ انا بجهز غدا وكده، فاي حد يتفضل. جاهز غدا؟ انت بتعمل غدا ايه؟ والله بعمل باميه وفراخ ورز، ولو رز اتحرق هتجيب انت رز على حسابك. ازاي بتعمل باميه وفراخ ورز؟ هيجوا مع بعض ازاي بس؟ شوف احنا في الغربه اي حاجتين في سندوتش. ربنا يرضى ترجع سالم غانم لبلدك انت وكل مغترب. الله يسلمك يا رب. اتفضل. ان شاء الله. كويس. راجل محترم. ويبعد عنكم عيون الحساد يا رب. كل مغترب يرجع كده سالم غانم لبيته وولاده ان شاء الله. ممكن جست اتفضل. اتفضلوا. مين اللي عليه دور يتكلم؟ امين يا رب. انتوا قفلتوا ليه؟ عملتوا ميوت في وشي ليه مره واحده كلكم كده؟ السلام عليكم انا جميعا. معاكم، بس انا زي ما بقول لك انا مش السلام واقفه. انا ورحمة معاكم. الله وبركاته. ماشي انا معاكم. شرفت بكم وحضركم الكريم اخوكم احمد. اهلا وسهلا. اتفضل معايا. محامي مستشار قانوني في السعوديه. حضراتكم جميعا. عجبني الموضوع، فحبيت اشارككم الطروحات بتاعكم الجميله دي يعني. بس تمام. منور حضرتك وجودك. منور. كان عايز يطلع. طب انتوا من وجهة نظركم كل واحد كده في عجالة بعد ما استاذ سيد يتكلم، كل واحد يقول لي ازاي الواحد يتخلص من في ناس كده هي طبعها كده ما تعرفش تقول الصح، يعني ما تعرفش تقول الحقيقة، عايزة طول الوقت تكذب او تقول حاجات وتقعد وتكذب الكلام ده. ازاي الراجل يتخلص منه؟ ممكن مداخله بس؟ لا لو حد هيخش ماشي مفيش مشكله. انا افتكرت حضرتك مش هترد. لا 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 اتفضل. احنا عندنا حاجه تكتيك لابد ان نربي انفسنا قبل ان نربي اولادنا، يعني ده مبدا. ازاي انت تبدا قدام اولادك انك انت اطفال صغيرين، الطفل عامل زي السفنجه. يقول اي حاجه بيستقبل منك، هو الطفل مقابل المستقبل، يعني الطفل اكتر حاجه ان هو بيستقبل منك كل حاجه انت بتعملها في حياتك هو بيقلدك. انت لو فرشت سجاده الصلاه ابنك هيقف جنبك، انت لو كذبت ابنك هيكذب زيك، لو قلت له مثلا طلب حد خبط مثلا لا اقول مش موجود خلاص هو اتعلم كده. الطفل عامل زي السفنجه بيلقط كل حاجه انت بتعملها في حياتك. انت لو طلعت صدقه وانت ماشي في الشارع واديتها لحد ابنك بيتعلم منك الطريقه، كل حاجه انت بتعملها ابنك بياخد منها. فدي حاجه انت في حياتك كلها، يعني انت بالظبط ما تبقاش في مثلا واحد بيؤمن بيه دايما او حاجه حكمه، فقد الشيء لا يعطيه. ما تطلبش منك انه ما يدخنش وانت بتدخن، ما تطلبش منك حاجه هو بيعملها. هتطلب حاجه منك او حاجه انت بتربي ابنك او بنتك او اي حد في عيلتك انت مسؤول عنهم، لازم انت تكون قدوه قبل ان تخليهم هم يكونوا قدوه. الشيء لو انت لازم تكون الشكل الصوره اللي هو عايز يشوفها في ذهنه دايما، ان هو شايف حاجه قدامه يحتذى بيها. ايوه هتبدا انك انت تعمل مغالطات هو يعمل زيك، بس لغايه ما يتعود خلاص. الطفل في سن معين خلاص مش هتعرف. وده يخليني انا اسفه المقاطعه، بس ده يخليني اقول لكل اب وكل ام خدوا بالكم، كلنا ممكن ما ناخدش بالنا من تصرفات صحيح كده. احنا ممكن ما ناخدش بالنا نعمل تصرف واحنا قاعدين وفاكرين ان الدنيا يعني لا، احنا اي حاجه انت بتعملها هو بيلقط. يعني مثلا لو حد مثلا خبط على الباب نقول له لا مش موجود خلاص لقط الكلمه، هو كده انت كدبت هو خد. انت ابنك ده عامل زي الزرعه انت تسقيها، عملتها صح سقيتها صح. هو عامل زي السفنجه، هو بيلقط، يعني انت بتحط البتاع هو بيلقط. اي حاجه في حياتك يعني
عن تجربه، يعني بشوفها قدامي وبشوفها في حياتي والحاجات الحياتيه. ابنك هيطلع انت بتشرب السيجاره، هيشوفك بتشرب سيجاره بيقلدك، حتى لو مسك القلم بيقعد يمسك القلم كده، شوف الحركه دي هو بيتعلمها، هو مش حركه غير مقصوده. يعني بيمسك القلم او بياكل اي حاجه مثلا كانها عامله زي مثلا لو بياكل شيبسي او حاجات اللي هي الطويله دي، بيمسك البتاع كانها زي بيقلدك منها، مش ماسك سيجاره بس هيكبر هيعمل زيك. هو الطفل بيشوفك حركاتك. انت عندك طفل عامل زي النبته بتزرعها، الزرع اللي انت زرعتها حنان وادب واحترام هيطلع نفس البتاع، زرعتها كذب وكل شيء او نفاق هيطلع زيك. بس شكرا. صح صح، احسنت. استاذ سيد فين يا ابو الفوارس؟ مش لاقياه، خليه يبعت لي. اتفضل. يا منشد احمد اطلب جست، هو بيقول طلبت. المنشد احمد طيب محمد. اتفضل يا استاذ سيد. حاضر. اوكي ماشي حاضر. اتفضل اتفضل يا استاذ سيد، عشان أنا قدامي 5 دقايق بالظبط واقفل عشان الفيديو بس عشان اعرف انقله. اتفضل لو عرفت افتح تاني السلام هفتح. عليكم. عليكم السلام ورحمه طيب الله. السلام عليكم السلام وجمع ورحمه الله طيب. وبركاته. اتفضل يا يا رب استاذ صوت سيد. يوصلكم، الشبكة تعبانة. على العموم العنوان جميل جدا وعنوان حلو، وأنا أحب يعني مش زعلانين المفاجآت مني؟ الأدبية دي الرجاله مش زعلانه مني؟ لأنه أدب الواقع. انا مش فطبعا بعمم. معروف إن الإنسان معروف بأصغريه، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. ولسان الإنسان طبعا هو المعبر الحقيقي عن شخصيته. فإذا ما تحدث الإنسان عرف، كما قال حتى أفلاطون، تكلم سقراط، تكلم حتى أراك، يعني أعرفك عن طريق كلامك. وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه دخل عليه وفد يهنيه، ولقى شاب صغير يتكلم، فقال اسكت، ألا يوجد في القوم من هو أسن منك؟ فقال له يا أمير المؤمنين لو كان بالسن لكان في الخلافة من هو أولى بها منك، المرء بأصغريه قلبه ولسانه. وكان الفيلسوف المبدع صالح بن عبد القدوس كان يقول دائما المرء يجمع والزمان يفرق، ويظل يرقع والخطوب تمزق. المهم يصل ومن الرجال إذا استوت أحلامهم من يستشار إذا استشير فيطرق، حتى يجول بكل واد قلبه فيرى ويعرف ما يقول وينطق. فالكلام زينة للإنسان طبعا أو شيء عليه. وحتى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. وجاب لنا مسألة عن طريق الكلام، وأبغضكم إلي وأبعدكم الثرثارون المتشدقون المتفيقون، اللي بيتكلم بلغة تعالي أو لغة كل كلام فيما لا يفيد. فطبعا شكرا لهذا الجمع الطيب، وربنا يبارك فيكم يا رب، وأفرح بكم يا رب دائما. شكرا لكم. يفرح قلب حضرتك يا رب، وشرف ليا مشاركة حضرتك. انا كلمت استاذ رانيا، انا بس انا بعقب على كلمه افلاطون لو كان بيقولها تكلم لا حتى اراك، اتكلم انا كده حتى اراك، مش قصدي على كده، انا افتكرت ان انا عديتك ولا حاجه. لا انا استاذنكم بس عشان انا في الشغل ودايما ان شاء الله يعني هكون متابع ليكم باذن الله، وشرفت ليكم جميعا وفرصه سعيده ليكم جميعا. شكرا حضرتك. شرف ليا. شكرا. الله يخليك. المنشد اتفضل. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكم، اتفضل. كلام جميل والله، ويا ريت اطفالنا كده يستفادوا من الكلام ده. يا رب يا رب. هي الاستاذه رانيا لو هتقفل فعاوزين ختامها مسك منك ان احنا نسمع حاجه منك. بمناسبة الأخلاق والتربية للأطفال، فنقول حاجة في وصف سيدنا محمد وأخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه أفضل الصلاة والسلام. الله على ده ختام. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
صلوا عليه وسلموا تسليما حتى تنالوا جنة ونعيما. الله يجزي من يصلي مرة 10 ويبقى في النعيم مقيما. وصفك الواصفون سيدنا النبي، وصفك الواصفون مدحك المادحون. الله الذي أرسلك قال وإنك لعلى خلق عظيم. كل المحامد يا محمد، كل المحامد يا أحمد، كل المحامد يا محمد، كل المحامد يا أحمد، فاسم طه في المعنى مسماه. سيدنا النبي صلوا عليه، صل ربي وسلم وبارك عليه. الله عليك، طيب الله أنفاسك يا أحمد. بسم الله ما شاء حبيبي الله. ابو فارس، ربنا يبارك فيك يا رب. ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم زيدك ورب تاخد، جزاك الله خيرا. آه وفعلا ختامها وآله. مسك. ربنا يا رب احنا تشرفنا بحضرتك طبعا عن طريق ليا، اخويا ويا الغالي ريت ابو. تدخل لي كتير، يا ريت كده يعني. بص انت انا اسعدتني، انا مش عارفه اقول ايه، بس انت اسعدتني جامد. معرفة خير ان شاء الله، وشرف لي التواجد مع حضرتك تمام، ومتابعة استاذ. حضرتك. وطبعا شرف لي انا اخويا ابو سيدة فارس رانيا، أنا طبعا. عايز حاجة. مش مين اللي بيزعق؟ مين اللي بيزعق؟ مين؟ أشار بعض الأخوة للأطفال. إحنا عايزين موضوع تحدديه تربية الأطفال فكريا. صباح الهنا. تحددنا بالنص كده عشان إيه كلنا نتحاضر. انا في، بص حضرتك، كتبت موضوع لايف عن الراجل الصامت اللي اي حد بيزوره بيفضل قاعد ساكت لدرجة الملل، وفي تربية الاطفال. بس فكروني بيهم يعني، لو اي يعني اول ما تدخلوا اللايف قولوا لي يا ريت. ونفتح اللايف عنه. طبعا انا بس هطلع استاذ عمرو اسلم عليه. ايوه عمرو صقر، هسلم عليه ونختم بس اللايف، وهحاول ارجع افتح تاني. دور الاسره ودور المجتمع في ايه؟ تربيه اطفال. اتفضل يا استاذ عمرو، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أنا بشكر اتفضل. حضرتك إن أنت سمحتي لي وأطلع وإن أنا أقول. شرف ليا. حبيبي ربنا يخليك. اتفضل. أنا بس هقول حاجة صغيرة كده، ولو عايزين تختموا اختموا حضرتكم يعني. انا بس هقفل عشان يعني لازم اقفل حالا، بس بعد ما حضرتك اتفضل قول. تمام. على ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نسيتها كده. موقف بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة. تقول السيدة عائشة وكل قولها حقيقة:
أكثرت للنبي في الكلام، لابد في الزواج من خصام، أعرضت حتى لم يعد يراني، وطال هجري والنبي صابر، يهفو له قلبي ولا يكابر. ثم قال مهلا أم عبد الله، الصلح خير من خصام واهن، لابد من شخص يكون حكما يرضى كلانا حكمه ويلزمه.